شاف سواد من بعيد داخل عليه وهو قاعد في الصحراء. قعد يقول ده انس ولا جن، وخاف جدا واترعب لغاية ما اكتشف المفاجأة. انا سلمى، ودي قناة ساعة وساعة. لايك واشتراك ويلا نبدأ معانا القصة. مسافر بالعربية بتاعته فترة طويلة لغاية ما لقى نفسه بقى في الصحراء يمين وشمال، وغلبه النوم فقرر انه هيدخل جوه الصحراء يخيم ويبات الليلة دي جوه ويرتاح شوية ويبقى يكمل مشواره تاني يوم. نصب الخيمة بتاعته وقعد بياكل، سامع صوت خطوات وكأن حد جاي عليه. لاحظ ان في حاجة سودة بتتحرك من بعيد، بس السواد ده عمال يقرب منه. اترعب، ما بقاش عارف ده انس ولا جن. قعد يقول آية الكرسي وعمال يقول بسم الله، مفيش فايدة. السواد عمال يقرب منه ويقرب اكتر لغاية ما وصل عنده. اكتشف انها ست عجوزة عطشانة جدا، مش قادرة تتكلم من كتر ما حلقها ناشف. قعدت تشاور له انها عايزة مية وتمر، اداها المية اللي هي كانت عايزاها. قعد يقول لها انت انس ولا جن؟ قالت له لا انا انس انا انس. جاب لها اكل وتمر ولبن، قعدت اكلت وشربت لغايه ما بدات حالتها تتحسن. قال لها يا امي انت ايه اللي جابك وسط الصحراء دي؟ قالت له وهي بتبكي يا ابني انا ما عنديش غير ولد واحد، بس هو ما فيهوش خير وحسبي الله عليه. جابني لغايه هنا من اول اليوم الصبح وسابني في الصحراء واداني شويه ميه ومشي. قال لها والله انت زي امي بالظبط، من اللحظات انت امي. وركبوا مع بعض العربية ومشي بيها. وصل البيت عنده، قال لزوجته وأولاده دي جدتنا وهتقعد معانا هنا. كلهم رحبوا بيها وفرحوا بيها جدا وسلموا عليها. اتبسطت وهي معاهم وحست فعلا ان هم أهلها. قال لها يا أمي لو في أي حاجة ضايقتك عرفيني على طول، وإن ما شالتكيش الأرض أشيلك فوق راسي. بعد شهرين الست الكبيرة قالت له أنا عاوز أطلب منك طلب. قال لها إيه؟ أموريني. قالت له أنا عاوزاك توصلني بابني. قال لها ابنك اللي رماكي في الصحراء؟ قالت له نفسي أشوفه واطمن عليه إن هو بخير، قلبي وكلني عليه. ففعلا نفذ لها رغبتها وأخدها وراحوا هناك. أول ما وصلوا هناك الأم كانت متوترة جدا. أول ما ابنها شاف العربية وشاف أمه نازلة من العربية بصلها كده وقرب منها وقال لها هو أنت إيه ما بتموتيش؟ وقرب منها وقام ضربها بإيده وقعها على الأرض من شدة الضربة. الراجل طلع جري قوم الست من على الأرض وقال له حسبي الله عليك، ربنا لا يوفقك ولا يربحك. وقعد يقبل راس الست وقعد يقول لها انت أمي أنا مش أم هو. وهي قعدت تقول له حسبي الله عليك حسبي الله عليك. ومشي وسابوه. الست من أول ما ركبت العربية لغاية ما وصلت البيت وهي بتعيط طول الطريق وهي بتعيط. وبعد ما وصلت حالتها اتبدلت تماما، أكلها قل، نفسيتها بقت وحشة وعمالة تخس وتتعب لغاية ما في يوم ندهت على الراجل. قالت له أنا عايزة أطلب منك طلب. قال لها أموريني بس أي حاجة غير إني أوديكي عند الراجل ده، عند العاق ده. قالت له لا أنا مش عايزاه خلاص، لو ربنا كتب عليا ومت أنت اللي تنزلني في قبري، وهو لا يشوفني ولا يسلم عليا ولا أشوفه حتى وأنا ميتة، بيني وبينه العزيز الحكيم. بعدها بكام يوم الست العجوزة تعبت وراحت المستشفى. قعدت أسبوعين بالظبط وتوفيت. وفعلا الراجل ده هو اللي كفنها ونزلها في قبرها، وابنها كان واقف بعيد زي الغريب. كانت آخر عهده بأمه إنه ضربها على وشها. بكرة هيشوف كل اللي عمله معاها مع ولاده، هيشوف ربنا هيعمل فيه ايه. العقوبة الوحيدة اللي ربنا بيعاقب فيها في الدنيا وفي الآخرة هي عقوق الوالدين. زي ما عمل مع أمه ولاده هيعملوا معاه، ده غير عقوبة الله عز وجل. العقوق كبيرة من الكبائر. الرسول قال للصحابي اللي كان سايب أمه ورايح للجهاد في سبيل الله إلزم رجلها فثم الجنة. اللي أمه وأبوه لسه عايشين باب كبير جدا من الجنة مفتوح لك لسه.